السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الحقيقة أنا جالي استفسار وحبيت إن أنا أشارك الإجابة بتاعته يعني على اليوتيوب، بحيث إن هي تبقى مرجع مفيد إن شاء الله بإذن الله، يعني لأي حد بيدور على إجابة سؤال إزاي أشتغل في السمارت هوم البيلدينج أوتوميشن أو مجال الكي إن إكس. في البدايه كده خليني اقول لك ان احنا كنا عملنا فيديو بيتكلم على كل حاجه ليها علاقه بالسمارت هوم والبيلدينج اوتوميشن. هتلاقي اللينك دلوقتي يعني ظاهر قدامك فوق في الاي، مش عارف بقى الصراحه يمين ولا شمال، وهتلاقيه ظاهر لك في اخر الفيديو، وهتلاقي برده في الديسكربشن بوكس في اخر الفيديو. بالاضافه لكده كمان هتلاقينا كنا متكلمين على حاجات ليها علاقه بالزيجبي والزي ويف والكي ديكس، هتلاقيها برده البلاي ليست ظاهره لك في اخر الفيديو وفي الديسكربشن بوكس. خليني دلوقتي بقى ارد عليك على الاستفسار بتاعي ازاي اشتغل في السمارت هوم والبيلدينج اوتوميشن. وفي الحقيقه عشان اقول لك على الموضوع ده، في مجموعه من الشركات ممكن مثلا اكون انا اعرف شركات، في غيري يعرف شركات وهكذا، بس انا هقول لك على الطريقه اللي انت تحاول بيها تفهم الماركت بالكامل ماشي ازاي، وايه الشركات والشركات دي شغاله في ايه. انت لو جيت عامل مثلا لنفسك بروفايل كويس على لينكد ان، هتيجي تسرش مثلا على الشركات اللي شغاله، مثلا هتسرش مثلا بالكينكس، هتسرش مثلا ببروتوكول تاني مثلا زي سونفي، هيطلع لك مثلا اسماء شركات. هتيجي مثلا برضو تسرش على جوجل، هيطلع لك اسماء شركات. هتاخد اسماء الشركات دي وتفتح الويب سايت بتاعهم شركه شركه، وانت جنبك نوت كده، انا مثلا شركه اكس، الشركه دي شغاله في واحد واثنين وثلاثه واربعه. طيب ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك في كذا حاجه. اول حاجه منهم ان انت هتعرف الشركات دي هل هي شغاله مثلا في السمارت هوم والبيلدنج، مش هل شغاله في نظام وايرد ولا شغاله في نظام وايرلس. طب ايه هي اصلا سابقه المشاريع بتاعت الشركات دي؟ ده انت حتى كمان لو جيت مثلا رحت اي انترفيو وانت دارس كويس جدا الكومباني بروفايل، عارفين هم شغالين ببراندات ايه، عارف ان هم شغالين ايه في مشاريع قبل كده، ايه المشاريع اللي لسه هم حاليا شغالين عليها، ده بيعزز من قوتك انت في الانترفيو، لان انت بتبقى دارس الشركه كويس جدا قبل ما تروح. فانت هتقعد تسرش، هتجيب بقى، هيطلع لك اسماء شركات، هتسجل اسماء الشركات دي كلها عندك في نوت. بعد كده تمسكهم شركه شركه، تفتحهم بقى على جوجل، تشوفهم على لينكد ان، تقلب عليهم الدنيا على السوشيال ميديا، فيسبوك، تشوف مثلا لو ليهم حاجه على الانستجرام. يعني اغلب الشركات كلها بتاخد نفس الواي. اكيد وش ليها ناس شغاله فيها على لينكد ان، فطبيعي هتلاقي على لينكد ان ناس، هتخش تعمل للناس دي كونكشن، هتشوف الاتش ار. عن تجربه شخصيه قبل كده برضو، انا كنت يعني كانت في شركه اعرفها كنت شغال معاها. الشركه دي انا دخلت عملت نفس الوي اللي انا بقول لكم عليه ده، دخلت بعت يعني شخص مسؤول فيها هناك، لقيت رقمه وكلمته. لما كلمته وصلني بالاتش ار، بعت السي في للاتش ار، فالحمد لله اتقبلت. رحت يعني اتقبلت، دخلت انترفيو، وانا في الانترفيو جه سؤال بالصدفه، تعرف ايه عننا؟ فقلت لهم والله انتوا شغالين بكذا وكذا وكذا، والميزه او الفيتشرز اللي موجوده عندكم في الاجهزه كانت كذا، وانتوا شغالين او اشتغلتوا في مشاريع كذا يعني في الفتره اللي فاتت. فطبعا دي كانت نقطه قوه بالنسبه لي في الانترفيو. فعشان كده انا عايزك تعرف الطريقه دي وتحاول تتبعها وتنفذها. طب ليه؟ لان دي هتخليك انت اوير بالماركت كله، هتبقى عارف ايه الشركات اللي في التوب ليفل، ايه الشركات اللي في الميديم، مثلا ميديم يعني في الميديا يعني يعني مش هنقول مثلا ايه شغاله في ايه، مع مثلا مع شركات، مع يعني يوزرز مثلا كومباوندات، شركات مثلا شغاله على، او شركات شغاله مثلا على نظام فيلل، شركات شغاله مثلا على نظام شقق، شركات مثلا شغاله في وايرلس، شركات مثلا حاجات في اللي هي دي اي يو، اللي هي دي اي واي، اللي هي دو ات يور سيلف. يعني هتعرف كل الشركات اللي شغاله في الماركت من خلال الطريقه اللي انا بقول لك عليها. هتبدا تشوف كل شركه، تسجل النوت عليها، تعرف الكومباني بروفايل بتاعها ايه، تدرسه، تشوف الناس بتاع يعني الناس اللي شغالين في الشركه دي على لينكد ان، تبدا تعمل لهم كونكشن، تبدا تعمل كونكشن للاتش ار. طبيعي انت لما تبقى باعت كونكشن لاي حد من الناس دي هيظهر لك الاعلانات بتاعتهم بعد كده. ده هيسهل عليك جدا 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 ان انت تعرف، يعني زي ما نقول كده، كاتش الاوبورتيونيتي، ان انت تظهر لك الاوبورتيونيتي قدامك وتقدم عليها، وهتبقى متابع الناس يعني على لينكد ان. طبيعي انت لازم تكون مهتم جدا بلينكد ان، سواء انت بقى يعني اندر جرادويت لسه طالب بتدرس، او طالب متخرج. لازم لازم لازم، دي حاجه لابد منها. التجربه دي عن تجربه شخصيه، يعني انا بحكي لك الموقف ده عن تجربه شخصيه حصلت معايا، ودي كانت الاجابه اللي انا جاوبتها على زميلنا اللي كان بيسال ازاي اشتغل في مجال السمارت هوم والبيلدنج اوتوميشن. طبعا انت لما تعمل الطريقه دي، مفيش شركه شغاله في السمارت هوم والبيلدنج اوتوميشن ممكن تكون شغاله فيه بس. يعني ايه؟ يعني الشركات دي كانت شغاله قبل كده في، او هتلاقيها كانت في بدايتها خالص كانت شركات ليها علاقه باللايت كارنت، ولما ابتدى يظهر موضوع السمارت هوم والبيلدنج اوتوميشن والبروتوكولات اللي شغاله واي فاي والبروتوكولات اللي شغاله وايرلس والحاجات اللي شغاله وايرد، ابتدوا يدخلوهم معاها. فانت طبيعي مش هتلاقي شركه شغاله في سمارت هوم فقط، ممكن هتلاقي ابسط حاجه هتلاقيها معاها سي سي تي في اللي هي كاميرات المراقبه،
وهتلاقي برضو معاها انتركم. دول حاجتين اساسيتين يعني تقريبا هتلاقيهم في معظم او 90% من الشركات اللي شغاله في مجال السمارت هوم والبيلدنج اوتوميشن. طبعا لو شركه كمان من ضمن الشركات اللي انت شغال فيها شغاله في موضوع البي ام اس دي، تبقى حاجه يعني بالنسبه لك مفيده جدا، لان انت هتحتك بالكي ان اكس وهتحتك بالبي ام اس، سواء بقى باك نت او مود باص، يعني هتحتك بشركات وهتحتك بفيندورز كبيره. فالطريقه اللي انا بقول لك عليها ان انت تسرش قبل ما تقدم. وانت لو انت طالب لسه متخرج، خد لك حوالي يومين ثلاثه كده، اقعد جمع جمع جمع. والله العظيم اول شركه انا اشتغلت فيها كنت ببعت للناس يعني على لينكد ان، والحمد لله حد منهم رد عليا في ابلكيشن اصلا، يعني حد رد عليا وانا اصلا كنت عامل يعني كنت عامل ابلاي للسي في بتاعي في الشركه دي، بس السي في بتاعي ما كانش ان كونسيدريشن. بس لما كلمت الشخص ده بالصدفه ولقاني ان انا بعت له وطلب مني تاسك، عملته له وبعته له، جابني انا الانترفيو. فانا شوف سبحان الله، في البدايه ما كنتش ان كونسيدريشن اصلا، السي في بتاعي ما كانش ان كونسيدريشن، بس لما جيت كلمته وكلمت بالصدفه وما كنتش عارف ان هو شغال في الشخص ده، بس كنت عارف ان هو شغال في، يعني ما كنتش عارف ان الشخص ده شغال في الشركه دي، بس كنت عارف ان هو شغال في المجال. وسبحان الله الامور مشيت. دي كانت اول شركه. تاني شركه والتجربه بتاعتي في تاني شركه اللي انا كنت بقول لك عليها، اللي هي انا كلمتهم على لينكد ان وبعد كده وصلوني بالاتش ار. فيعني انت خد مقوله كده، او مش مقوله بقى، خد الايه وحطها نصب عينيك كده، اللي بتقول يعني وان ليس للانسان الا ما سعى، الايه اللي موجوده في سوره النجم. فانت حاول واعمل اللي عليك، وحاول تشوف لو احتجت برضو مني مساعده، عايز تعرف اسماء شركات هقول لك على اسماء الشركات اللي انا اعرفها. ممكن تلاقيني برضو كاتبها لك في الديسكربشن بوكس، هتلاقيني كاتب لك اسماء شركات برضو، عشان يعني ما اذكرش حد في الفيديو وانسى حد، فممكن يبقى ليك علاقه بحد فتزعل او حد يزعل او هكذا يعني. فانت سرش وحاول تشوف، وشوف برضو لو دخلت على موقع زي الكي ان اكس اسوسيشن هتلاقي اسماء المهندسين اللي واخدين سيرتيفايد، واسماء المهندسين اللي واخدين يعني سيرتيفيكت من الكي ان اكس. هتاخد الاسماء المهندسين دول تسرش بيها على لينكد ان، هيطلع لك تبتدي تعمل لهم كونكشن، اي اوبورتيونيتي، اي ارتكل، اي بوست هم مش هيرونه بعد كده هيبدا يظهر عندك. ده هيقوي من السي في بتاعك، هيخليك فاهم الماركت، ايه الشركات اللي شغاله، شركات ايه حجمها ايه، شغالين. طب هل هم شغالين بقى مثلا سمارت هوم وبيلدينج اوتوميشن بس، ولا شغالين كمان في اللايت كارنت؟ طب ايه اللي شغالين في اللايت كارنت ده؟ ممكن ده يخليك تقول هروح اخد مثلا كورس مثلا في كاميرات المراقبه، او كورس مثلا في مثلا، او حاجات ليها علاقه بالانظمه التيار الخفيف. هتقرا مثلا المرجع بتاع الدكتور محمود الجيلاني، هتلاقيني برضو سايب لك اللينك بتاعه بتاع انظمه التيار الخفيف، هتلاقيني سايبه لك برضو في يعني في الديسكربشن بوكس. احنا كنا رافعينه قبل كده عندنا على الويب سايت بتاعنا. فانت هتلاقي يعني حاول ان انت تسعى، سعيك ده عمره ما هيكون صفر. يعني خليك ماشي بمبدأ انت ماشي ازاحه، عمرك ما هتبقى ماشي مسافه. الازاحه زي ما احنا عارفين في الهندسه، انا ماشي حققت حاجه ووصلت لنقطه معينه. ممكن النقطه دي ما تبقاش اقصى حاجه انا عايز اوصل لها، بس كانت هي نقطه في كاريري، نقطه في كاريري، نقطه في كاريري، لحد ما ربنا يكرمك باذن الله وتوصل للي انت اصلا نفسك فيه. انما لو المسافه ممكن تروح وترجع وتبقى قطعت شوط جامد جدا ومحصله صفر في الاخر. فانت خليك ماشي بمبدا الازاحه، وان ليس للانسان الا ما سعى. اشوفكم في الفيديوهات الجايه باذن الله. السلام عليكم.